تانية لما فرصة احراز هدف بالفعل. اول اهداف اللقاء لفريق انبي مع صلاح عاشور، والدقيقة الاولى من بداية احداث اللقاء، وضغط من جانب انبي منذ بداية اللقاء، وصلاح عاشور يحرز اول اهداف اللقاء لفريق انبي. ضغط من انبي النهارده، عينه على الثلاث نقاط مفيش كلام. مديره الفني الكابتن طارق العشري، وادي تسديده من لاما كولين، والمتابعه مره ثانيه لاما، ويصد الحارس حسن مصطفى، انما توصل الكره للاعب صلاح عاشور يودعها الشباك، يحرز اول اهداف لقاء اليوم في ايد الحارس علي لطفي. دي اول كره عرضيه ياخدها من اعلى نقطه اللاعب لطفي، وادي شرويده فرصه احراز هدف ثاني، فرصه احراز هدف ثاني بالفعل. شرويده عملها من كره علي لطفي. لطفي يضرب مصيده التسلل النهارده ويحرز ثاني اهداف اللقاء لفريق انبي، ويكافئ نفسه ويكافئ مديره الفني كابتن طارق العشري، ورايح ياخد علي لطفي. ادي لطفي اللي بيلعب ايد ورجل، تمر الكرة ويقلش برنس وتوصل لشرويدة، لا يتوانى في مراوغة الحارس مصطفى حسن ويحرز ثاني اهداف اللقاء. برافو، مراوغة من بعيد وقدر يسجل ثالث ركنية الانبي في شوط المباراة الثالث. وادي حلوة على القايم القريب، والتسديدة يا سلام يا سلام يا فتحي. الثانية تسكن الشباك، لعبها الاولى صدها الحارس مصطفى حسن، والثانية تسكن شباك الاسيوطي سبورت، تعلن عن هدف ثالث لفريق انبي. ادي الهدف الثالث اللي كان مستنيه طارق العشري، واكيد هنشوف الابتسامه على وجه المدير الفني. انما فتحي بيلعب بشكل رائع جدا 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 على حدود منطقه الجزاء. تابع مشاهدي النيل الرياضه، تسديده 71. تابع بينيه احمد سالم صافي وبسن الحذاء. يا سلام يا سلام يا صافي، بسن الحذاء لاحمد جعفر المهاجم الدولي لمنتخبنا الوطني ولاعب نادي الزمالك السابق. والهدف شديد قناوي، حلوه من عبد الله البلاط. كريم مانش فرصه احراز هدف، المره دي كريم يا سلام يا سلام كريم. المره اللي فاتت عداها، انما المره دي ما فوتهاش كريم مانش، ويحرز الهدف الاول لفريق الاسيوطي سبورت. قلت لحضراتكم بيدخل داخل منطقه الجزاء ويتوغل كما هو عبور المانش، وكريم مانش يسجل من داخل ال6 ياردات في